السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هحل معاكم تدريبات كراسة المعاصر على مادة الجبر، الدرس الأول. السؤال الأول بيقول لنا إذا كانت س تنتمي لح فإن نقطة ناقص س والجذر التربيعي س تقع في الربع. طيب عايز الأول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ طيب نشوف الحل بقى. طبعا عشان نعرف هنا موضوع الربع دوت هنرسم اللي هو خط الأعداد. هنا طبعا ده س وده ص، ماشي. ده الربع الأول، ده الربع التاني، ده الربع التالت، ده الربع الرابع. اوكي، الربع الأول بيبقى هنا س موجب وصاد موجب. الربع التاني بيبقى فيه س سالب وصاد موجب. الربع التالت بيبقى فيه الس سالب والصاد موجب، والصاد سالب والصاد سالب. الربع الرابع بيبقى فيه السين موجب والصاد سالب، ماشي. طيب دلوقتي انا عندي هنا بيقول س تنتمي لح سالب، يعني س عدد سالب. طب سالب س يعني سالب سالب هيبقى موجب، يبقى الاولاني عندي هيبقى موجب. طيب والرقم التاني بيقول لي الجذر التربيعي س دي رقم سالب. طب الجذر التربيعي اي رقم سالب هيدينا ايه؟ برضو رقم سالب. يبقى الرقم ده او الاحداث دوت هيبقى عباره عن الس موجب والصاد سالب. ده فين؟ ده في الس موجب والصاد سالب فين؟ في الربع الرابع اهي. يبقى كده ايه؟ يبقى كده النقطه دي تقع فين؟ في الربع الرابع. تمام كده. طب نشوف السؤال التاني. بيقول اذا كانت ن س تربيع بتساوي 4 ونون س في ص بتساوي 6 فإن ن ص بتساوي. طيب عندنا هنا س تربيع، ن س تربيع بتساوي 4 يعني س تربيع بتساوي 4. يبقى 2 أس 2 أو 2 تربيع بتساوي 4. كأن س هنا ايه؟ مين بتساوي 4 وتربيع يبقى 2 تربيع بتساوي 4. يبقى جاي هنا س بتساوي 2. طب يقول لي س في ص بتساوي 6، يبقى ونعوض عن الس اللي جبناها ب2، يبقى 2 في ص بتساوي 6. يبقى ص بتساوي 6 على 2 بتساوي 3. يبقى عندي الس ب2 والصاد ب3. هو اصلا عايز مين؟ هو عايز الصاد، يبقى من ص بتساوي 3. طيب المسألة اللي بعدها إذا كانت 3 و5 تنتمي ل3 وميم، سوري 3 و6 مضروبة في ميم و8، ماشي. طيب احنا عارفين ان موضوع الضرب دوت لو احنا ضربنا ده في ده، ماشي. اول حاجة هيبقى اول عنصر هو هيبقى هنا جاي من الاولاني، يعني اول عنصر ده هيبقى جاي من الاولاني وتاني عنصر هيبقى جاي من التاني، ماشي. اول ضربية. اوكي، اول عنصر اهو ما هو 3 اهي جاي من الاولاني، يبقى تاني عنصر مين؟ اللي هو مين؟ الميم. يبقى الميم بتساوي ايه؟ بتساوي 5. تمام كده. طيب السؤال رقم 4 بيقول إذا كان 2 أس س و27 بتساوي 32 وصاد ايه أس 3. عايز بقى س على الصاد، يبقى احنا نجيب السين وبعدين نجيب الصاد ونشوف ايه س على الصاد. طيب احنا قلنا لو الزوج المرتب ده بيساوي زوج المرتب تاني، يبقى معناها ان الس بتاعت هنا بتساوي الس بتاعت هنا والصاد بتاعت هنا بتساوي الصاد بتاعت هنا. يبقى 2 س بتساوي 32 اهي دي بتساوي دي. طيب 2 أس س. طيب 2 أس س بتساوي ايه؟ مين لازم يكون ده الاساس بيساوي الاساس عشان اس يساوي اس. طب لازم نحول دي لمنظر اساس واس، ماشي. طيب 2 أس س 32 دي عباره عن ايه؟ 2 أس ايه؟ هنجرب على الحاسبه كده تشوف 2 مثلا أس 2 بكام، 2 أس 3 بكام. هنلاقي نفسنا وصلنا لحد 2 أس 5 هتلاقيها 32. يبقى 2 أس س بتساوي 2 أس 5. ما دام الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى ايه؟ س بتساوي 5. تمام كده. ادي جبنا الس. طب هنا بيقول بقى الطرف الثاني ده الصاد أس 3 بتساوي 27. قلنا بدل الس الزوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى هنا كمان الصاد بتساوي الصاد، يبقى صاد أس 3 بتساوي 27. طب ايه أس 3 بتساوي 27؟ نجيب الآلة الحاسبة ونشوف ايه أس 3 يساوي 27. هنجرب 3 أس 1 3 أس 2 هنوصل لحد 3 أس 3 اللي هي 27. يبقى كده معناه ان الصاد ب3، يبقى الس ب5 والصاد ب3، يبقى س على الصاد بتساوي ايه؟ 5 على 3. وادي الحل، ماشي. طيب
السؤال رقم 5. إذا كانت النقطة س ناقص 2 ماشي و2 س ناقص سوري و2 ناقص س تقع في ربع رابع ان س بتساوي. طب احنا قلنا ربع رابع دوت هو فين اهو، ده عباره عن ايه؟ السين موجب والصاد سالب، يبقى لازم السين دي تكون موجب والصاد تكون ايه؟ سالب. طب احنا بقى ندور في الحل ايه اللي يحقق الموضوع دوت. نجرب كده الواحد. طب الواحد لو السين بواحد يبقى 1 ناقص 3، الله ده السين هتطلع ايه؟ ناقص 2 يبقى سالب، حاجه مش معانا. طب نجرب الحل التاني، لو السين ب2 يبقى 2 ناقص 3 يعني ناقص 1، برضو الاولاني ده مش موجب بسالب يبقى الحل مش معانا. طب نجرب التلاته، 3 ناقص 3 بصفر، الله لا ده احنا عايزين الاولاني موجب بالصفر، الحل ده مش معانا. طب نجرب الحل دوت، نحط السين ب4، 4 ناقص 3 ب1، ده رقم موجب. طيب كده حققنا اول شرط. طيب و4 ناقص 2 ناقص 4 بكام؟ بناقص 2، يبقى التاني سالب، وده فعلا ايه اللي في الربع الرابع، يبقى الرقم ده هو اللي هيحقق لي ان النقطه دي تقع في الربع الرابع، يبقى الحل هو س بتساوي 4. ماشي كده. طيب نشوف السؤال رقم 6، بيقول لي اذا كان طول نص قطر كرة 3 سنتيمتر فإن حجمها يساوي كام سنتيمتر مكعب؟ طيب هنشوف هنا هو اصلا حجم الكرة بيساوي ايه؟ بيساوي القانون بتاع 4 ط نق تكعيب. طيب نعوض بقى سوري اسف، بيساوي 4 على 3 ط نق تكعيب، من اسف في الكتابة هنا هي 4 على 3 نق تكعيب، يبقى 4 على 3 نعوض عن ط، نعوض ط اللي هي ايه؟ اللي هي باي، ماشي، وهو عايزها حتى في الاجابات باي زي ما هي، ماشي. والتلاتة النق بكام او نص القطر بكام؟ ب3، بيقولي 3، خلاص نعوض عنه 3 أس 3، يبقى هنا 4 على 3 في 3 أس 3 بكام؟ ب27 في باي، التلاتة هتروح مع 27 يبقى فيها 9، يبقى 4 في 9 ب36 ايه؟ باي، يبقى دي الإجابة. تمام كده. طيب السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت س بتساوي 2 مجموعة 2 وص بتساوي مجموعة 3 و4 و5، اوجد س ايه في ص. س في ص يعني نقول ايه؟ الأول في الأول والتاني في التاني والتاني كده، الأول مع الأول كده يعني، ماشي اوكي. طيب احنا عارفين الطريقة دي طبعا. س في ص يبقى 2 و3 و2 و4 و2 و5، اوكي كله في مجموعة، ادي أول إجابة. طب ايه عايزين نون ص تربيع. طيب ص تربيع يعني ايه؟ يعني ص في ص، صح؟ طيب نون ص في ص، طيب ص ايه اصلا بايه؟ برقم 1 والسين بايه؟ برقم 1، اوكي. فهي ايه يعني ايه؟ هي الص مجموعة ب3، اوكي، يعني ص في ص ب3 في 3 بكام؟ ب9، اوكي. انا اسفه جدا معلش سامحوني، هي الصاد هنا اسفه، الصاد عباره عن ايه؟ نون ص في صاد، الصاد دي جايه 3 ارقام، والصاد برضو هيبقى ايه؟ 3 ارقام، يبقى 3 ارقام في 3 ارقام هدين ايه؟ 9 ارقام، هو عايز العدد يبقى ايه؟ 9 ارقام. طب هنشوف السؤال، بقية السؤال بيقول لي عايز س تربيع او س اس 2. طب س اصلا بكام؟ ب2. طيب و س بتساوي ايه؟ مجموعة 2، ماشي. طب ما هو س عبارة عن ايه؟ تربيع عن ايه؟ يعني س في س، السين ب2 والس ب2 يعني 2 و2، يبقى ايه؟ عبارة عن ايه؟ 2 و2، اوكي ماشي كده. طيب السؤال الأخير بيقول لي إذا كانت سوري هنا، إذا كان س ناقص 1 و29 بيساوي 4 وص تربيع زائد 2، اوجد قيمة س زائد 2 ص. طيب أنا عندي زوج المرتب بيساوي هنا زوج المرتب هنا، اوكي، زوج المرتب هنا بيساوي زوج المرتب هنا، ما ده بيساوي ده يبقى هنا هنا السين هنا بتساوي السين هنا والصاد هنا بتساوي الصاد هنا، خلاص كده نجيب السين والصاد وبعد كده نعوض عنها في الايه؟ في المعادله في القيمه دي. طب يعني معناها ان السين ناقص 1 بتساوي 4، س ناقص 1 بتساوي 4، يبقى س بتساوي ايه؟ 4 زائد 1 يبقى س بتساوي 5، ادي جبنا السين. وان الصاد أس 3 زائد 2 بتساوي ايه؟ بتساوي 29، يبقى الصاد أس 3 زائد 2 بتساوي 29، يبقى الصاد أس 3 بتساوي ايه؟ 29 ناقص 2، يبقى الصاد أس 3 بتساوي 27، يبقى الصاد بتساوي ايه؟ الجذر 27 بتساوي ايه؟ بتساوي 3، يبقى الصاد بتساوي 3. نعوض بقى هنا في القيمة دي، يبقى س زائد 2 صاد 5 زائد 2 في 3 بتساوي 5 زائد 6 بتساوي 11. كده نكون خلصنا التدريبات على الدرس الأول. أتمنى تكونوا في الإجابات، وإن شاء الله يعني تعملوا اشتراكات وتقولوا صحابكم يشتركوا في القناة عشان أكمل لكم بقية التدريبات
على خير إن شاء الله. شكرا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، بالتوفيق إن شاء الله.